Please let's welcome Heroes Academy and get to set your rays of adrenaline by their drifting show. But let's first start it with a speech by Captain Sharif. السلام عليكم جميعا. مبسوطين طبعا ان احنا موجودين معاكم هنا. مش عارف شفتوا الحاجات اللي احنا بنعملها ولا لا، ولسه في حاجات تانية. اولا عايزين نشكر كابتن هاني اللي قايم على تنظيم اليوم، ومعاه فريق ناس كتير قوي، مش عايز انسى اسماء، بس بصراحه من شباب وبنات عاملين مجهود كبير قوي، وده يمكن تاني ايفنت نحضره معاهم. وفي فرق من الموتوسيكلات صراحه، يعني الواحد بيشوف موتوسيكلات احنا بتوع عربيات وسباقات، بس بشوف عدد موتوسيكلات وتعديلات ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله كمان على اليونيفورم والعدد، فمبسوطين قوي ان احنا في وسطيكم. شكرا. انا بس عايز اقول حاجتين. اول حاجه احنا جينا نشارك هنا عشان خاطر الجو الجميل ده اللي احنا جربناه معاكم من حوالي شهر، والحاجه الثانيه هي اللي فيه احداث معلش احنا بنمر بيها دي ما نقدرش ننساها، هي احداث فلسطين. وبصراحه ده اللي شجعني ان انا اجي عشان خاطر اتكلم في حاجه بسيطه قوي، اللي ما شاء الله يمكن حوالي 1000 واحد فلسطيني خلوا العالم كله يتغير من يوم 7/10. اكيد كلنا عارفين اللي حصل، وما شاء الله قدروا يعملوا حاجات كتيره قوي، خلوا في وباءات اختفت، الكورونا والحروب ومش عارف ايه، كل ده وقف والكل بقى مركز معاهم. فبصراحه هم عاملين حاجه جميله قوي ويدافعوا عن قضيه. وانا مش بتكلم يمكن في السياسه، بس بتكلم في حته الانسانيه، اللي جامع يتضرب او كنيسه او مدرسه او مستشفى، الحاجات دي طبعا كلنا بنشوف فيديوهاتها بتصعب علينا قوي، بس بصراحه هم عندهم عزيمه واراده قويه جدا، واحنا بنتعلم منهم. يمكن احنا 6 اكتوبر زي ما بيقولوا كده اخترقنا الجيش اللي ما فيش منه، واللي مش عارف ايه، والاسماء الكبيره اللي بيقولوا عليهم اللي هم اخواننا البعده، وعملناها بخراطيم ميه وقدرنا ان احنا نخترقهم. هم يوم 7 اكتوبر في 23 بعد ما بقوا متطورين بموتوسيكلات صيني وحاجات كده مخترعينها، وقدروا برضه يخترقوهم. فطبعا كل ده طلع اي كلام، والحمد لله اللي ربنا معاهم ووفقهم لده، ربنا يكون في عونهم ويقويهم. الحاجه الثانيه ان احنا ما شاء الله كمصريين اتحدنا في حاجه يمكن ملاحظينها قوي، هي المقاطعه. يعني اللي احنا فعلا قدرنا نركز على المقاطعه جدا، واللي احنا ما شاء الله متحدين عليها، فده حاجه جميله جدا. ده بيساعد ان ما شاء الله الصناعه بتاعتنا تطلع ما شاء الله، ان يبقى في مصريين يشتغلوا كتير. ويمكن بنشوف الشركات اللي بتعمل مصريه والاطفال الصغيره ما شاء الله بيهتموا للحاجات المصريه ايه، ولازم تكون حاجه مصريه. ده لو استمرينا عليه ان شاء الله، وانا عندي امل ان ده نستمر عليه، اقتصاد بلدنا هيتطور، الموضوع هيبقى في حته ثانيه، والمصريين هيشتغلوا اكتر، وهنبقى بشكل كده.